ديالي، كنتمنى تكونوا بخير عليكم. وبالنسبه للناس الجدادين مرحبا بكم في قناه هاجر رام، نمط حياه مليء بالحب والامل والعطاء. بالنسبه للفيديو اليوم خصصها لواحد الفئه من الناس اللي بزاف كيسولوني: هاجر كيفاش نجيبوا نقطه مزيانه في البكالوريا؟ هاجر كيفاش نوجدوا امتحاناتنا؟ هاجر بزاف ديال الاسئله في القرايه. دونك قلت علاش لا هاجر ما تفيديهمش بالتجربه ديالك، علاش ما تعطيهمش الحلول اولا يعني لي ميثود لاصقين اللي غادي يعاونوهم انهم يمضيو لقدام وانهم يجيبوا نقاط مزيانين كيف ما هما تيبغيو. لان بزاف اللي باغيين يوصلوا ولكن ما عارفين شنو هي الطريقه، مازالين تيجربوا هاد الطريقه كتفشل ليهم، تيجربوا طريقه اخرى كتفشل. ولكن انا غادي نعطيكم دابا واحد الحلول اللي يعني من مورا 18 عام ديال القرايه، والواحد كل مره يعني تيزيد واحد الحل، تيشوف شنو الحل كي مارش، الحاجه اللي ما خداماش، وهكذا دواليه. دونك بقاو لهذا الفيديو، بقاو حتى الاخر ديالو، وحتى الا بغيتو تستافدوا ما تضيعوش وقتكم سيروا جلسوا في شي كوان بوحدكم باش ما يبرسطوكمش، خذوا شي ورقه وستيلو باش تكتبوا لي نوت شنو الحاجات اللي مهمين، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ديالها. ولكن قبل حاولوا انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا، ما تكونوش باغيين تستافدوا غير نتوما. دونك نبداو الفيديو ديالنا. بالنسبه يعني القرايه، حتى لو بغيتو تجيبوا نقطه مزيانه خصكم يكون عندكم واحد لو بلان اللي غادي نتبعوه. هاد لو بلان هذا اللي غادي نتبعوه كيفاش غادي نديروه؟ خاصكم ديروا واحد الجدول زمني لكل سيمانه، كل اسبوع ديروا ليه واحد الجدول زمني، بالاضافه لحتى الجدول الزمني ديال اليوم ديالكم كيفاش غادي ندوزوه. ولكن قبل ما كنهضروا على الجدول الزمني او الجدول يعني اليومي ديالنا، تنهضروا على النوم خاصكم تنعسوا بزاف باش تكونوا مركزين مزيان. باش نكونوا مركزين مزيان شنو خصنا نديروا؟ غالبا ما كنعرفوش شنو هو الوقت اللي نعسوا فيه. احسن وقت نعسوا فيه هو 11 ديال الليل، لان يعني هذيك الوقيته الجو تيكون فيها زوين بزاف، يعني للراحه النفسيه ديالكم، للراحه ديالكم. راه كتشوفوا بعض المرات شي وحدين تيديروا نوي بلونش وتينعسوا حتى الصباح ولكن ما كيحسوش براسهم نعسوا. علاش؟ لان الجسم ديال الانسان مديور باش الواحد ينعس في هذيك الوقيته اللي تيكون فيها تيكون فيها الليل. دونك احسن حاجه انكم تنعسوا مع 11 ديال الليل، واحسن حاجه انكم تفيقوا مع 6 ديال الصباح. علاش؟ بالنسبه للناس اللي تيوجدوا البكالوريا يعني ننصحكم سورتو حتى الا كنتو سيونس مات في الليل راجعوا، يعني متى توصلوا مثلا للدار مع 6 او 6 ونص او كاع 7، خذوا واحد البوز ديال نص ساعه ترتاحوا فيها، تغسلوا فيها سنيناتكم، تاكلوا فيها شي حاجه، واتاكيو الخدمه. من مورا يعني اين فوا تبداو الخدمه باين مواد غادي نبداو هاجر. خاصنا نوجدوا مثلا عندنا مواد ادبيه، عندنا مواد ديال البكالوريا. دونك باش غادي ننصحكم انكم المواد العلميه ديروها في الليل، والمواد الادبيه ديروها في الصباح ملي تنوضوا مع 6. حتى كانت شي حاجه غادي تحفظها، لان حتى لا نوض ديال يعني الدوره مهمه بزاف. حاولوا حتى هذاك الشيء ديالكم ديال الادب، المواد الادبيه حاولوا انه ديروه في الصباح ملي تفيقوا مع 6، وفي الليل نبقاو كنقراو الماط حتى ل 11. وفي الويكاند حتى هو غادي نقول لكم يعني كيفاش تقسموها. بالنسبه لي انا جو بريفير ان الويكاند يعني تغارديو لو ميم ريتم مع هاش كتفيقوا مع هاش كتنعسوا، غير هو ديروا فيها واحد البوز. مثلا السبت غادي نتفرج في واحد الفيلم او لا واحد جوج سوايع غادي ندير فيها شي حاجه. مي نحاول انني نقاد وقتي. كيفاش غادي نقاد وقتي؟ غادي نخدم كل 25 دقيقه ندير بوز ديال 5 دقائق. علاش؟ لان فريمون هذه مفيده بزاف، تقدروا ديروا حتى 27 دقيقه عاد ديروا 5 دقائق. ولكن انا علاش كنت كنفضل 25 دقيقه او 5 دقائق؟ باش هكا ملي تنسالي 4 ديال 25 دقيقه في 25 دقيقه في 25 دقيقه في 25 دقيقه اللي هي جوج سوايع كنمشي كندير بوز. ولكن راني في نفس هذيك 25 دقيقه كنكون ديجا يعني تندير ثلث ساعه، يعني 20 تندير يعني ثلث ساعه في التوتال ديال لي بوز اللي كناخذهم. لانني كل مره كناخذ 5 دقائق بلوتو غير 15 دقيقه، حيت ملي كنسالي جوج سوايع عاد كناخذ 20 دقيقه يعني كامله اولا نص ساعه. نتوما وشنو عندكم في هذا الوقت هذا؟ علاش قلت لكم 25 دقيقه؟ لان بزاف فيكم ما كيقدروش يبعدوا على التليفون، تيوليو كل مره تيشوفوه. ولكن حتى كانت غير 25 دقيقه غادي تجيكم سهله، نيسبا؟ قولوا لي في لي كومونتير شنو بان لكم في هذه القضيه. دونك حاولوا ان 25 دقيقه ندير فيها بوز 5 دقائق، نقدر نمشي نتحرك فيها، نقدر نمشي نغسل فيها وجهي باش نفيق، نقدر نمشي يعني نشرب فيها قهوه اولا نوجد فيها قهوه نحطها حدايا، نشوف واش جاتني شي نوتيفيكاسيون اي تو. ولكن من الاحسن حاولوا تبعدوا شويه على الفيسبوك اي تو، لان كتقولوا انا ناخذ غير 5 دقائق، مي هذاك الشيء كياخذ لكم الوقت بزاف.
وقبل ما يعني قبل ما ندوز الاكل باغا نهضر معكم على يوم الاحد. يوم الاحد من الاحسن انكم تنوضوا، يعني تنوضوا في الصباح، تخدموا حتى ل 12 ديال الصباح بنفس لوغيتم اللي قلت لكم، ديال 25 دقيقه قرايه، 5 دقائق بوز. مني توصل 12 صافي نديروا بوز من القرايه. يوم الاحد تجلسوا فيه مع عائلتكم، تخرجوا فيه، ديروا فيه هذاك الشيء اللي بغيتو وترتاحوا فيه، دوشوا دونك يولي عندكم الوقت بزاف. وحتى تبروغرامي وقتكم ملي يكون عندي دي فاكونس نبروغراميهم على بكري، ما نخليش حتى يوصلوا لي فاكونس عاد نبدا كنبروغراميهم، من الاحسن تبروغراميو على بكري. وحاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم هو الاكل حاولوا انه تاكلوا اكل اللي تساعد على التركيز، وحاولوا انه في الوقيته ديال الغداء ما تكثروش هذاك الشيء، يعني يكون دسم بزاف، لان كل ما كان هذاك الشيء دسم كيجيب لكم لونفي ديال الناس، يكون تمشي لكم العشيه. حتى كان مثلا عندكم السبت كتولي العشيه ماشيه لكم. عرفت انا مثلا العشيه غادي تمشي ليا، من الاحسن نمشي للقهوه ونقرا فيها، يعني تتكون كونسونطري اكثر. حاجه اخرى بغيت نهضر معكم عليها، على الاكل اللي تساعد على التركيز للذاكره. من بينهم كاين السبانخ، كاين الجوز، كاين شنو اخر، البروكولي. فريمون كنصحكم بالبروكولي ثم البروكولي لانه كيساعد بزاف. وكاينين حاجات اخرى اللي شفتهم يعني باغ انترنت ديجا زعما تناخذهم بحال شوكولا نوار، كنت كناخذها ولكن ما كنتش فريمون عارفه ان بصح يعني مزيانه للتركيز. ولافوكا وصفار البيض ثم صفار البيض، لان حتى الاكل تيعاونكم على التركيز. وبقاو تشربوا الماء بزاف، لان الماء كيخلي الدوره الدمويه تدور بزاف، ديكو ما كتبقاوش تحسوا بهذاك العياء. وحتى الا كنتو تحسوا بواحد العياء بزاف، ديما حاسين بيديكم فاشله ايتو، حاولوا انكم ديروا تحليل ديال الفيروتين باش تشوفوا واش الفيروتين عندكم هابط او لا، لان حتى الا كان الحديد عندكم هابط حتى هو تيخليكم ديما باغيين غير تنعسوا وما كتبقاوش تقراو وما كتركزوش. دونك حاولوا تكونوا في صحه، يعني العقل السليم في الجسد السليم. حاولوا ان تاكلوا اكل صحي، وحتى كان عندكم شي بروبليم تحاولوا انكم تعالجوه باش هكا تمشيو حسن. وحاجات اخرى اللي بغيت نقول لكم، يعني حاولوا ان اي حاجه ديال الفيسبوك، لي ريزو سوسيو، يعني كاملين حاولوا انهم تبعدوا منهم ما امكن. حتى لو لقيتو في الوقيته ديال البكالوريا كاع حيدوا الفيسبوك، يعني ديزاكتيفيو حتى من بعد وترجعوا ليه. ما عندوش زعما واحد النيسيسيتي اللي هي كبيره، لان البكالوريا ديالكم هي اللي غادي تحدد لكم فين غادي تمشيو. انا ايكول اتحدد لكم المسار ديالكم ديال حياتكم كاملين. تقدروا تكونوا عاجبكم يعني الهندسه بزاف، او عجبكم الطب وتقدروا ما ديروهش. علاش؟ لانكم ما جبتوش اون بون نوت. دونك بعدوا على اي حاجه ما عندها حتى شي فائده وركزوا على المهم. حاجه اخرى اللي نبغي نهضر معكم عليها هي ملي تكونوا في المدرسه. ملي نكون في المدرسه يكون واحد التركيز كامل. عندي شي سوايع خاويين ما غاديش نبقى تنتسركل فيهم ونبقى تندور نمشي للمكتبه ديال المدرسه، او لازم ما كانش عندكم المكتبه في المدرسه نشوف شي قسم ونجلس نقرا فيه. ما كانش كاع حتى شي قسم نمشي غير قدام المدرسه ونجبد دفتري ونبدا نعاود نراجع هذاك الشيء اللي حفظته مثلا في الصباح. دونك حاولوا تركزوا مزيان، ودائما سولوا الاستاذ، سولوه مزيان. علاش؟ لانه حتى ما شديتوش هذاك الشيء ديالكم مزيان في الليل غادي تبقاو واحلين على شي حاجات ما غتفهموهمش. دونك حاولوا انه تشدوا 80% او 70% في القسم قبل ما ترجعوا للدار. نحاول نسول الاستاذ، يعني حتى نحس براسي انا الدرس فاهمه مزيان، عاد نجي نراجعو يعني في الليل ما نجي من المدرسه حتى نكون هذاك الشيء يعني فهمت اغلب المحاور. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم قبل يعني ما نختم الفيديو، ولكن مازال ما غاديش نختم، مازال عندي بزاف ديال الحاجات، لانني بغيتكم فريمون تستافدوا. وتنتمنى انكم حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالبارطاج ديال الفيديو باش نكبروا العائله ديالنا ونوصلوا يعني الناس اكثر في القناه. دونك بغيت نقول لكم لو طرافاي اون غروب، حاولوا انكم تخدموا في المجموعات. علاش؟ كاينين شي وحدين تيقولوا لا حتى نمشي نفهم الكور عاد نمشي نخدم مع المجموعه. حاولوا انكم تخدموا مع المجموعات قبل ما تفهموا الكور مزيان. فاهمينه في الكور مي قبل نحاول نخدم عاوتاني مع المجموعات. علاش؟ لانني ملي كنبدا نوجد الامتحانات مع واحد المجموعه كناخذ دوطخ نوت كنفهمهم، كنت نفهم دغيا، لان واحد قدو عندنا نفس الطريقه ديال الفهم دغيا تيفهمني بارابور للاستاذ، يعني تنقدر نفهمو اكثر، وكاين تيفهم مع الاستاذ اكثر. هذه يعني شي حاجه اللي مهمه. وحاولوا انه يعني واحد لا كونسونطراسيون كيف ما قلت لكم تكون بزاف. وديما ديروا لي كور ديالكم في الليل. نمشي نعاود هذاك الشيء ديالي
باش هكا ما نبقاش واحده. سورتو لي مات، المواد العلميات الا كنتو يعني دايرين سيونس مات، حاولوا تخدموا التمارين ثم التمارين ثم التمارين، ما تبقاوش واحدين في الكور قاعدين كتقراو شنو هي هاد بروبريتي، شنو هي هاد الخلاصه، شنو بغا يعني بها. ما تبقاوش واحدين في هذاك الشيء، سيروا المهم، لان لي ماتو زعما اللي واعرين هما اللي كيخدموا التمارين بزاف. كل ما كتخدموا التمارين بزاف كل ما تيولي عندكم هذاك الشيء في راسكم. يعني حاولوا هادشي هذا ديروه مزيان، نصيحه ثم نصيحه ثم نصيحه، ما تبخلوش يعني بالتمارين. وحاجه اخرى، ملي تكونوا تتراجعوا في الدار حاولوا انكم تعلموا الدار كاملين، ما تعيطوش عليا دابا انا صافي غادي نبدا نخدم. يعني انا شنو كنت كندير، كنطلع لا شومبر ديالي كنهضر مع الدار كاملين باش ما يعيط عليا حتى شي واحد، واخا يكون يعني الغداء اولا شي حاجه تنقول لهم انا ملي غادي نسالي البروغرام ديالي راني غادي نهبط، باش هكا حتى شي واحد ما تيجيو تيخربق لكم البروغرام ديالكم. يعني انا السبت مثلا كنقرا وانا مازال يعني مركزه في شي حاجه وهما عيطوا عليا قالوا لي اجي تهبطي تغداي، واخا هكاك غادي نبقى تنقرا ومخربقه كنستنى باش نهبط. دونك حاولوا ان تعلموا الدار كاملين، طفيو تليفونكم، طفيو يعني مواقع التواصل كاملين، حاولوا ما تستعملوهمش. وحاجه اخرى اللي فادتني هي لا ميوزيك الفا. علاش بلوتو لي زوند الفا؟ يعني ملي كنكون كنقرا كندير مثلا كاسك اولا كندير الموسيقى ديال يعني لي زوند الفا، لانهم تيساعدوا على التركيز بزاف. كتحس براسك عشتي في هذاك الشيء، ما كتبقاش تفكر في حاجه هنا وحاجه هنا. وحاولوا حاجه اخرى، حطوا حداكم واحد المذكره فوقاش ما فكرت في شي حاجه نوطيها، باش هكا ما نبقاش نفكر فيها بزاف ونقول خصني ملي نسالي خصني فوالا شنو ندير. نوطيها ونكمل قرايتي باش هكا نركز، ومن بعد راه غادي تكون عندي في المذكره ديالي غادي نشوفها. دونك هذه حاجه مهمه. وحاجه اخرى، ديما يكونوا عندكم الوراق وتلصقوهم بارتو في الدار. علاش؟ لان يعني ماشي غير الوراق تكونوا كاتبين فيهم ملخصات بالالوان، لان هذاك الشيء تيعاونكم فريمون انكم تميموريزيو دغيا، تيعاونكم انكم تفكروا الحاجات. يعني ربما حتى في الطواليت حطوا واحد الكتاب حداكم فين ما تدخلوا الطواليت تشدوا تقراو شويه، لان فريمون هذاك الشيء كيعاون ملي تكون يعني عندك واحد الوقيته وشفتي شي حاجه غير هكا بارفي ابري تتلصق لك في دماغك. سورتو حتى بقيتي كل مره كتشوفها. يعني هذه حاولوا ديروها، البيسي ديالكم ترجعوه يعني متحف ديال لي ريزومي ديالكم، الملخصات. انا جي قلتها بالعربيه لان بعد مره شي وحدين تيعيبوا عليا تيقولوا لي تستعملي بزاف ديال الكلمات يعني بالفرنسي هذه، ولكن راه غير ولف، راه قلتها لكم في الفيديو ديال تعلم اللغه. ما عليناش، فين وصلت؟ تنتمنى انني ما يكون نسيت والو. حاولوا تحسبوا وقتكم، ما تجيوش اي واحد يضيع عليكم الوقت. حتى الا درتوا واحد الجدول زمني حاولوا انكم تحترموه، ما تخليوش شي واحد يجي ويخسر لكم الوقت ديالكم. مثلا انا دايره واحد البروغرام وجا وحدين قالوا لي نمشيو نراجعوا اليوم، وهي مزيانه اننا نراجع اون جروب، ولكن انا ديجا درت البروغرام ديالي ما يتخربقش. جات بنت قالت لي نخرجوا، يعني انا دايره بروغرام ديالي، ديزولي كان خصك تعلميني قبل بسيمانه لانني كل سيمانه تندير البروغرام ديال السيمانه. دونك نحاول ما نخلي حتى شي واحد يخربق لي البروغرام ديالي. وزياده على هذا الشيء، يعني ملي ندير واحد البروغرام ديما نتشبت به، يعني ما يتزحزحش. كنت باغا نقول شي فكره مشات لي هادشي علاش قلت لكم اضافه لهادشي وابخي مشيت. شنو اخر؟ بقات لي نقطه واحده اللي غادي نقولها لكم دابا، هي اعطاء الاولويات. ما عمركم ما تخليو ريوسكم غاديين غير هكاك، عطاو الاولويات. منين نجي انا غادي نراجع هذه الماده، فوالا الحاجات اللي فيها المهمين نشوف بعد الحاجات المهمين نشدهم هما الاولين. مثلا انا جالسه كنراجع الاجتماعيات بالنسبه للادبيين، هما تبقاوش واحدين غير في المقدمه جالسين كتحفظوها وهو راه مازال الحاجات المهمه. يعني نقرا مثلا المقدمه دغيا غير نفهمها، ابخي نمشي مثلا نحفظ يعني الحاجات اللي مهمه، الخصائص ديال واحد مثلا في الجغرافيا الخصائص ديال واحد المنطقه، شنو هما الحاجات اللي متميزه بهم مثلا الولايات المتحده الامريكيه، وهكذا دواليه. كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى سورتو انكم تكونوا استفدتوا منها، وحتى الا كانت لوكا حاولوا انكم تبارطاجيو الفيديو، وحتى الا كنتم يعني ما شديتوش النقاط ديالي بزاف، حيت عرفت انني قلت لكم بزاف ديال الحاجات، راني قلت لكم التجربه ديال يعني واحد الوقت كبير اللي دوزتو انا في القرايه. حاولوا ان ترجعوا الفيديو وتشدوا تاخذوا دي نوت، شنو هما الحاجات اللي ما كنتوش نتوما كديروهم والحاجات اللي خصكم توليو ديروهم في حياتكم باش تقضوا وقتكم. حاولوا ان 2020 تدخل عليكم يعني بالقرايه وبالتمجهيد وبالاجتهاد. حاولوا انكم توليو تفيقوا مع 6 ديال الصباح وتنعسوا مع 11. علاش؟ لان بعدا تتنعسوا 7 السوايع ديالكم، تشربوا الماء مزيان، تاكلوا الاكل المفيد، تنظموا وقتكم، ديروا جدول زمني،
والنقط الاخرين اللي هضرت عليهم بلاش ما نعاود كلشي. حاولوا انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ما تكونوش باغيين المعلومه غير ليكم، كونوا شخص اللي يعني كيشارك المعلومه مع الاخر. ونيت انكم تعاونوا العائله ديالنا انها تكبر كثر وكثر. ما تنسوش انكم ديروا لايك، ما تنسوش انكم تخليوا لي تعليق على شنو هما المعلومات اللي عجبوكم في هذا الفيديو، شنو الحاجات اللي تبغوني نعاود نتريطيهم معاكم، شنو المواضيع كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. واخا فريمون ما كنعرفكمش، مي راه والله العظيم لما لا كوميونيتي ديالي اللي متبعاني واخا ما كبيراش بزاف، مي راكم عزازين عليا وراكم في القلب. كنتمنى لكم كل الخير يا ربي، وكنتمنى لكل واحد مغربي ولا عربي اسلامي ماشي مسلم كيف ما كنت نتمنى لكم يا ربي التوفيق في حياتكم والله يكمل عليكم. وحاولوا انه ديما يكون قلبكم بيض وتبغيو الخير للاخرين، وغتوصلوا. كنبغيكم بزاف. تصبحوا على خير.